A peaceful coexistence among the people of Ruweng State with their neighbors. Government organized prayers for peace, unity, reconciliation, and forgiveness. Presiding over the occasion, Governor Mayol Kurakwei appealed to the people of the state to rally behind the country's leadership and support government's call for a national dialogue initiative. من أجل السلام والمصالحة والتسامح في بلد بتاعنا جنوب السودان. أنا مبسوط جدا إنه كل الكنائس الموجودة في ولاية روين حضروا وجوا عشان يصلوا معنا من أجل السلام. شكرا لكم. شكرا لكم لأنه ده قبول منكم إنه فعلا نحن ده واجب بتاعنا عشان نصلي في رأس السنة عشان ربنا ينزل السلام وينزل التصالح والتسامح في قلوبنا ونتعايش كشعب واحد. Christians offered supplications to God through songs of praises and thanksgiving, calling on God's mercy and blessings upon their state and the country at large. Governor Mayol Kurakwei disclosed that his government will work hard to ensure services such as education, infrastructure, health and security reach people of Ruweng State. Gorey Anthony, SSBC News. في الصلوات التي أقيمت في الولاية من أجل السلام والوحدة والمصالحة والغفران بين المجتمعات كافة في الولاية. وناشد حاكم الولاية مايول كوراكوي المواطنين في الولاية بالوقوف خلف قيادة البلاد ودعم مبادرة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني في جنوب السودان. وقال مايول إن حكومة الولاية ستبذل جهودا من أجل التأكيد من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين خاصة التعليم والبنى التحتية والصحة والأمن. من أجل السلام والمصالحة والتسامح في بلد بتاعنا جنوب السودان. أنا مبسوط جدا إنه كل الكنائس الموجودة في ولاية روين حضروا وجوا عشان يصلوا معنا من أجل السلام. شكرا لكم. شكرا لكم لأنه ده قبول منكم إنه فعلا نحن ده واجب بتاعنا عشان نصلي في رأس السنة عشان ربنا ينزل السلام وينزل التصالح والتسامح في قلوبنا ونتعايش كشعب واحد. شارك المئات من المواطنين في مدينة فاريان حاضرة ولاية روين في الصلوات التي أقيمت في الولاية من أجل السلام والوحدة والمصالحة والغفران بين كافة المجتمعات في الولاية. وناشد حاكم الولاية مايول كوراكوي المواطنين في الولاية بالوقوف خلف قيادة البلاد ودعم مبادرة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني في جنوب السودان. إلى ذلك قال حاكم ولاية روين مايول كوير إن حكومة الولاية ستبذل جهودها من أجل التأكد في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين خاصة التعليم، البنية التحتية والصحة والأمن. من أجل السلام والمصالحة والتسامح في بلد بتاعنا جنوب السودان. أنا مبسوط جدا إنه كل الكنائس الموجودة في ولاية روين حضروا وجوا عشان يصلوا معنا من أجل السلام. شكرا لكم. شكرا لكم لأنه ده قبول منكم إنه فعلا نحن ده واجب بتاعنا عشان نصلي في رأس السنة عشان ربنا ينزل السلام وينزل التصالح والتسامح في قلوبنا
التعليمي للوقوف على مجمل الأوضاع العامة في السوق وحالة المرضى بالمستشفى. واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول التحديات التي تواجه المستشفى وكيفية إزالتها. وأكد وزير النفط إزكيا لول التزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين هناك، لا سيما توفير الدواء للمرضى، مشيدا بالجهود التي قامت بها حكومة الولاية تجاه المواطنين في الولاية. وتجيء هذه الزيارة بعد التجهيزات الرامية لاستئناف العمل بحقول النفط في ولايتي رولوين وليج الشمالية. من ناحية أخرى، أكد اللواء يوال بوث قائد الفرقة الرابعة لقوات الجيش الشعبي إن جميع الحقول النفطية آمنة بفضل مجهودات الجيش الشعبي والأجهزة النظامية الأخرى. وأشاد اللواء بوث خلال لقائه وزير النفط إزيكيال لولغاركوث بالدور الذي تقوم به حكومة الولاية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. هذا جايين في جوبا انت تشوف الديل كله جاي لهذا قدام ومعناه المحل كلهم مؤمن. نحن كنت مبسوطين وقبل متانا واقف معنا في ولايه زازول الكبير واقف معك معناه انت يكون ترام. طبعا انا بشكر قبل كان تنظر المشاكل بتاع الجنوب لهذا يكون فيه حل ضمان ده كده كويس. نقول لك شكرا لكم سيد الوزير ويا أجانا كلهم دامج والحمد لله زيارتك مع كومريد نادية روب وباقي الوزارين يتشوف الموضوع لا ده قدام ذاته زي ده. طبعا الوصول كمينة ده يمكن بلغنا بالأجاد دفق ده. نقول لك شكرا سيد الوزير، أنا كنت مبسوط وجاي بتاعك يا ودا لو أنت نمت هنا ما عندك ما يخلى جاي استمع الوزير إلى شرح مفصل حول التحديات التي تواجه المستشفى وكيفية إزالتها. وأكد الوزير التزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين هناك، لا سيما توفير الدواء للمرضى، مشيدا الجهود التي قامت بها حكومة ولاية تجاه المواطنين في الولاية. وتجيء هذه الزيارة بعد التجهيزات الرامية لاستئناف العمل بحقول النفط في ولايتي روين وليس الشمالية. من ناحية أخرى، أكد اللواء يولبوث قائد الفرقة الرابعة لقوات الجيش الشعبي إن جميع الحقول النفطية آمنة بفضل مجهودات الجيش الشعبي والأجهزة النظامية الأخرى. وأشاد اللواء بوث خلال زيارة وزير النفط إزيكيال لولغاركوث بالدور الذي تقوم به حكومة الولاية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. يا ضمان انتوا ناس جايين في جوبا انتوا تشوف الديل كله جاي لهذا قدام ومعناه المحل كلهم مؤمن. نحن كنت مبسوطين وقبل متانا واقف معنا في ولايه زازول الكبير واقف معك معناه انت يكون ترام. طبعا انا بشكر قبل كان تنظر المشاكل بتاع الجنوب لهذا يكون فيه حل ضمان ده كده كويس. نقول لك شكرا لكم سيد الوزير ويا أجانا كلهم دامج والحمد لله زيارتك مع كومريد نادية روب وباقي الوزارين يتشوف الموضوع لا ده قدام ذاته زي ده. طبعا الوصول كمينة ده يمكن بلغنا بالأجاد دفق ده. نقول لك شكرا سيد الوزير، أنا كنت مبسوط وجاي بتاعك يا ودا لو أنت نمت هنا ما عندك ما يخلى جاي القعبة ده مليان. شكرا. نحو تعزيز غطاء النفط بالبلاد، قام وزير البترول إزيكيال لولغاركوث بزيارة إلى حقول النفط ومصفاة بانتيو بولاية ليج الشمالية وولاية الروين في خطوة وصفت بأولى بشريات التطلعات المواطنين. زيارة أكد فيها نائب رئيس الشركة الرائدة للعمليات البترولية جيبوك السيد شوام جواج أن شركته ستعاود استئناف عملها بدفعة قوية لدق أكثر من 1000 برميل يومي من حقولها النفطية بالولايتين،
لجة الشمالية وولاية الروينغ، مشيرا إلى أن تضافر الجهود المشتركة بين الحكومة والشركات ستزيد من فرص دعم السلام في البلاد. Before shutdown, we were producing between 61 and 72,000 barrels per day. But if things go normal, peace is there, we come back in full motion, we can go beyond up to 100,000 we can produce barrel per day in all the GPOC oil fields. And I think with the effort from the government of the state, from the central government and the oil company, we are promising our people that we can bring back the production of oil in GPOC area in the quickest possible time. أصلا هي مصممة على أساس أنها تنتج 7,000 برميل في اليوم. المرحلة الأولى فيها 4,000 برميل، هي اكتملت، ده اللي كان جربوه المرة اللي فاتت. والمرحلة الثانية المفروض كانت تكتمل، يعني في بعض التجهيزات الموجودة شايفين ورا ده. فالهدف إنه نشغل المرحلة الأول، ولما نكون شغال نبدأ في المرحلة الثانية عشان يكون الإنتاج الكلي 7,000 برميل في اليوم. لكن طبعا بسبب الحرب ما قدرنا نواصل، ونحن هسه مستعدين بعد ما نعمل استئناف بتاع الإنتاج يونيتي اويل فيلدز عشان نقدر ناخذ الخام للريفاينري. طبعا الريفاينري ما فيها مشاكل كثير، بس المشكله الاساسي اللي فيها هي بس الكنترول بانل. حاكم ولايه لجة الشماليه الدكتور جوزيف منجيل وحاكم ولايه روينغ السيد مايولكور أكدا أن الأوضاع الأمنية مستقرة بفضل جهود الأجهزة الأمنية، مناشدا الشركات النفطية إلى الإسراء في عملها لزيادة الإنتاج في الحقول. هو طبعا دي نتائج طبيعي، لأنه الناس بتشوف أنه دي ثروة بتاعتهم، وجاء الوقت أنه لازم الناس تستغل الثروة دي، وهم في النهاية من أوائل الناس اللي هم بيستفيدوا منه، لأنه كانوا محرومين من الخدمات المفروض يلقوها من الانتاج بتاعت البلد ده. ودي فرحه بتاعت كل مواطن في ولايه، ودي فرحه بتاعت مواطن في كل الجنوب كله. يعني Our facility, one of the big one in Ruang State, and you have seen the damage, but we trust you that you will very soon try with the technical team to solve this one. As a Minister of Culture, this is our culture. We want to forget the culture of the war, and it is good that we come back from the war in our sense, and we agreed, and we are behind the peace agreement. وزير البترول زكي لولغركواس أكد أن انقطاع النفط سيشهد تطورا كبيرا رغم التحديات التي تحيط بها، مشيرا إلى استئناف تشغيل حقول النفط ومصفاة بانتيو بولاية لجة الشمالية سيساهم في استقرار اقتصاد البلاد، مبينا أن العمل ستبدأ خلال أسابيع الثلاثة المقبلة في تلك الحقول. For us to do two things this year. One is to resume the oil production in northern Lich and Ruang State. Two is the refinery. From here in Unity Oil Fields, we have seen the damage is very limited. We are going to move quickly. We are going to make sure, as instructed by the President, that we must protect the vital installations of the country. And you can see I have not seen anything that is unusual. Security is normal 100% from division and also from the state. Then in 3 weeks' time we will be in production. تأتي زيارة وزير البترول إلى حقول النفط في ولاية لجة الشمالية وولاية الروينغ بعيد توقيع اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية بين السودان وجنوب السودان على الترتيبات المالية الانتقالية لتعزيز النهوض بالاقتصاد العام في البلاد وتحسين أوضاع المواطنين. أيام قليلة ويعود إنتاج النفط من هذه الحقول مجددا. هذه هي بشريات زيارة وزير النفط لولاية الروينغ، بشريات قابلها المواطنون هنا بأفراه وأهازيج. فرانسيس موين بار، هيئة جنوب السودان للبث، ولاية الروينغ. في مجال استخراج النفط في ولايتي ليبيا الشمالية وروينغ، حيث تهدف المذكرة إلى استئناف تلك الشركات لإنتاج النفط. وخلال مخاطبته مراسم التوقيع، وجه وزير النفط زكي لولغركواس شركات النفط ببدء العمل الفوري. من جهته جدد رئيس الشركة الصيني للبترول جين يونغ جاهزية الشركة لاستئناف العمل بحقول النفط. We drove from Unity Oil Fields to North Fields, Ruang State.
We went and toured Nar from the south and Tor. The facilities are intact. It's just only the control rooms that are damaged. We will be able to fix them quickly. You are aware also we have signed an agreement with Sudan to extend power generation from Idlib to the North Field. And also we will use the Idlib base camp for our oil workers. And definitely we will be also bringing critical materials for the oil work from Sudan. And many other cooperations that we will have. Security-wise, in Northern Leach and Ruweng State, I can actually inform the partners that I was driving. We were stopping, people were walking, security 100%. There's no fear at all. Soldiers are deployed, police are there, national security is there.